السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من حلقات برنامجنا رواد الطب. معا نجعل الطب سهلا بين أيديكم. بنستضيف النهاردة دكتور يحيى البرنبلي، مدرس جراحة العظام والعمود الفقري واستشاري جراحات العمود الفقري بكلية الطب جامعة الزقازيق. أهلا بحضرتك دكتور يحيى، سهل دكتور منورنا محمد. ومشرفنا. ربنا يخليك يا أحد حبيبي. العلامات البارزة في جراحات العمود الفقري. مشرفنا ومنورنا حضرتك. ربنا يخليك، تسلم إن حبيبي. شاء الله. عايزين نتكلم النهاردة عن موضوع مهم وبدأ ينتشر ويتزايد في الفترات الأخيرة، موضوع اعوجاج العمود الفقري. ممكن حضرتك تعرفنا إيه هو اعوجاج العمود الفقري وإيه أسبابه؟ طبعا هو بص، انا دي من الحاجات اللي بحب اتكلم فيها دايما في اي برنامج، لان الموضوع كانش منتشر قوي ودلوقتي بقى ايه الى حد ما موجود كتير والناس ما تعرفوش قوي. يعني ايه اعوجاج العمود الفقري؟ هو طبيعي ربنا خلق سبحانه وتعالى العمود الفقري المفروض يبقى ايه مستقيم، يعني الفقرات فوق بعضها. لأسباب متعددة العمود الفقري بدل ما بيبقى طالع مستقيم بيبقى طالع بأعوجاج، يعني في ميلان ناحية. وطبيعي علشان العيان ما يبقاش واقف معوج، فبالتالي العمود الفقري بيعدل للناحية التانية، فبيبقى واخد شكل حرف اس بالانجليزي، يعني عوجة يمين على عوجة شمال، او حرف سي يعني عوجة بشكل طويل كده. فبدل ما العمود الفقري يبقى مستقيم بيبقى واخد الشكل الاعوجاج ده. فهو ده تعريفه، يعني اللي هو السكوليوزس او بيتقال عليه جنف العمود الفقري.